مساء الفل على عيونكم ومساء الجمال، معاكم قناة أكلة وقصة. والنهاردة هنعمل مع بعض أسهل صينية بسبوسة ممكن تعمليها. لو البسبوسة ما بتنجحش معاكي بتجيبي الأكياس. أنا هقولك النهاردة على طريقة سهلة وبسيطة جدا تعملي بيها أحلى بسبوسة مرملة، وكمان مش هنستخدم فيها جوز هند. هنعملها بطريقة بسيطة جدا ولا زبادي. شايفين الجمال والطعامة، شايفين اللمعة ودرجة اللون حلوة جدا، وبصوا مرملة ازاي ودايبه دوبان في السمنه. خطيره خطيره خطيره. لو ما جربتيش البسبوسه دي فايتك كتير. انا هستنى ارائكم وتعليقاتكم كمان بعد ما تتفرجوا على الفيديو وتعملوا التطبيقات بتاعه البسبوسه دي، وتكتبوا لي تحت في التعليقات ان هي نجحت معاكم. اول حاجه معايا نص كيلو من السميد، ومعايا هنا كوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من السمنه، وكوبايه الا ربع من اللبن. مقاديري سهلة وبسيطة جدا. أول حاجة هعملها هحط الكوباية بتاعة السكر وربع كوباية عليها من المية، وبس كده. بس كده شايفين الموضوع بسيط ازاي؟ بسيط وسهل جدا جدا جدا. هنبدأ نحط الخليط ده على النار. الخطوة دي اختياري بتاعة عسل الكلوكوز، بس بتدي لمعة خطيرة للبسبوسة وبتخليها زي ما بتشوفوها كده عند الحلواني، بتلمع كده وكأن السمنة كده فيها لمعة كده، لون اصفر لذيذ قوي، هيعجبكم قوي. حطيتها على نار متوسطة، بس تكون العين صغيرة زي ما انتم شايفين. تفضلي واقفة عليها لان السكر بيتكرمل بسهولة. زي ما انتم شايفين كده اخد اللون الذهبي القمر ده. هو ده اللون اللي احنا عايزينه للبسبوسة. هضيف عليه اللبن ما يكونش ساقع يا جماعة، يكون بدرجة حرارة الغرفة عشان ما يكلكعش معاكي. اول ما تيجي تحطي اللبن ده هتلاقي الخليط ده بيفور، عشان كده انا عامله الخليط ده في حله كبيره. خلي بالك بقى على ايدك لان الخطوه دي مهمه جدا. الوقت ده الحرقه بتاعت الكراميل لا قدر الله بتبقى صعبه جدا. حطيت بقى بعد ما قلبت اللبن وبدا يهدى معايا الخليط، حطيت السمنه. هتلاقي الخليط بدا يفصل معاكي. اوعي تقلقي خالص، هنفضل نقلب فيه على النار. هتلاقي السكر داب واختلط مع اللبن والسمنه والدنيا بقت تمام، وبدا يفور معانا زي ما انتم شايفين كده، والدنيا بقت حلوه قوي واللون بقى جميل جدا. اول ما يحصل معانا الموضوع ده ونطمن ان السكر داب معانا واختلط مع اللبن والسمنه وبقوا حاجه واحده، هنبدا نطفي النار. ودي الخطوه المهمه الاساسيه لنجاح البسبوسه. هي دي الخليط ده هو اللي هيدينا اللون الحلو وهيدينا الكرمله الحلوه وهيخلي السمنه دايبه فيها وهيخليها مرمله وجميله جدا. كده انا بقى من مكونين الخليط اللي احنا عملناه مع بعض ونص كيلو السمين. مهم قوي بقى في الخطوه اللي احنا فيها دي انك تسيبي الخليط ده يبقى يا دوبك دافي دمعة العين. يعني تقدري تحطي صبعك جوه الطبق، تقدري تستحملي درجة حرارة الكراميل. لو برد منك هيقفش في البسبوسة ومش هيطلع حلو، ولو كان سخن هتلاقي السميد شرب البسبوسة وهتلاقيها مش متماسكة معاكي خالص، والقوام بتاعنا ما بقاش حلو خالص. زي ما انتم شايفين كده انا ما بعجنش، انا يا دوبك بقلب الخليط بتاع الكراميل بتاعنا مع السميد واطمن ان كل قطعة من السميد اتغلفت بالخليط بتاعنا. مفيش ابسط من كده. بجد نص ساعة هتخلصي البسبوسة بتاعتك القمر وهتبهري بيها كل ضيوفك وكل اهل بيتك. بجد لو البسبوسة بتنجح معاكي انا بضمن لك ان دي اسهل وصفة ممكن تعملي بيها بسبوسة. انا هذه من الصينية بتاعتي دي صينية مقاس 30. تقدري لو حباها تخينة تستخدمي صينية مقاس 28 زي ما تحبي. انا بحب القوام بتاع البسبوسة يبقى رفيع، فبعملها في صينية مقاس 30. دهنتها بمعلقة من الطحينة. ممكن تستبدلي معلقة الطحينة دي بمعلقة سمنة زي ما تحبي، زي ما تحبي وزي ما انتي عايزه، بس ما تزوديش عن معلقه. وهبدا افرد الخليط بتاعنا ده. شايفين اللون بتاع البسبوسه من قبل ما تخش الفرن؟ لونها مظبوط وحلو جدا، وده سببه الكراميل اللي احنا عملناه على النار. ظبطتي الكراميل بتاعك على النار خلاص انت كده نسبة نجاح البسبوسة بتاعتك عدت 50%، وال50% التانيين على التسوية. زي ما انت شايفين كده مفيش أجمل ولا أسهل من كده. هنبدأ بقى نبططها بإيدينا علشان خاطر تبدأ تتساوى الوش بتاعنا وما يبقاش فيه أي تشققات. شايفين اللمعة بتاعت السمنة؟ بجد والله شكلها خطير وتتاكل أكل دلوقتي. أنا مش عارفة الناس اللي لسه لحد دلوقتي بتجيب أكياس البسبوسة، انتوا لسه فايتكم كتير ان انتوا تجربوا البسبوسة العادية البيتي اللي بتجيبيها من السمين بتاع العطار العادي اللي معلهوش أي إضافات خالص، وتعمليها بتطلع أحلى وأجمل زي بتاعت المطاعم بالظبط او بتاعه الحلواني. بتطلع جميله جدا.
طبعا انا النهارده هعملها باللوز زي ما انتم شايفين كده. برص اللوز زي ما يدور. حابه ترصي اللوز تحطيها في صينيه مربعه وترصي اللوز مربعات زي ما انت عايزه. انا بحب اعمله على الشكل ده، وده الشكل اللي انا اتعودت عليه في بيت اهلي. ماما دايما كانت بتحب تعمل لنا البسبوسه كده. طبعا عايزه اقول لكم ان انا جربت طرق كتير جدا 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 للبسبوسه، وفي حوالي 3 طرق كمان على القناه للبسبوسه. في طريقه بجوز الهند هتعجبكم جدا، مختلفه عن دي شويه صغيرين، بس بجد انا بالنسبه لي دي انجح طريقه للبسبوسه، مرمله وجميله شبه بتاعه الحلواني بالظبط. دايما شايفين طريقتها سهله وبسيطه. طبعا انت لو المكسرات عندك لما بتيجي تصبي الشربات بتلاقيها طلعت من مكانها، هقولك ازاي دلوقتي تثبتي المكسرات بتاعتك. هنرص الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا العين بتاكل قبل البق، فلازم نعمل كده صينيه شكلها يفتح النفس كده وتشرفك في العزومات. هبدأ بقى ايه، اجيب ايدي كده الحلوة وابدأ ابطط اللوز بتاعنا علشان خاطر لما تيجي تسقي بالشربات يكون هو غرز جوه البسبوسة، ما يكونش عايم فوق. لما تيجي نسقي الشربات السخن والبسبوسة سخنة ما لاقيهوش يبدأ يعوم معايا على الوش ويطلع من البسبوسة. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هولع عليها من تحت، هتاخد حوالي تلت ساعة، وبعد كده هولع عليها الشواية 10 دقايق. في الوقت ده بقى هنجهز الشربات بتاعنا. كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من المية، عصير نص ليمونة، ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، ومعلقة كبيرة من السمنة، ودي بتدي لون وطعم حكاية. وطبعا الخطوة الاختياري معلقة من عسل الكلوكوز لو كان عندك، وده اختياري يا جماعة، والله اختياري، بس هو بيدي اللون وبيدي القوام واللمعة بتاعة البسبوسة اللي زي اللي بتجيبيها من عند الحلواني. حابة تعمليه كده مفيش أي مشكلة. أنا حطيته على النار، أول ما بدأ يغلي معايا هبدأ أوطي النار وأسيبه 12 دقيقة بعد ما يغلي مباشرة، وبعد كده هسيبه على جنب. تكون بقى البسبوسة بتاعتنا استوت. زي ما انتم شايفين بنجهز الشربات بعد البسبوسه، يعني انت نص ساعه كده في المطبخ هتكوني خلصتي البسبوسه بتاعتك وسقيتيها. هنا البسبوسه بتاعتي طالعه سخنه مولعه نار، هنسقيها بالشربات السخن. لنجاح البسبوسه عشان تعرفي ان البسبوسه نجحت معاكي وطلعت حلوه جدا، اول ما تيجي تسقيها بالشربات تلاقيها بتشرب الشربات هوا. هو ده سر نجاح البسبوسه. لو ما شربتش معاكي الشربات يبقى البسبوسه دي ما نجحتش معاكي. زي ما انتم شايفين كده البسبوسه عندي شربت كل الشربات بتاعنا وبقت جميله جدا ولونها بقى حلو قوي. اوعي تقطعيها في المرحله اللي احنا فيها دي، لازم تسيبيها على الاقل تبرد تماما او يوم كامل زي ما انت تحبي. المهم ان انت لما تيجي تقطعيها تبقى بارده عشان تقدري تطلعيها قطع زي اللي انت شفتيها في اول الفيديو. ودي خطوه مهمه جدا لنجاح البسبوسه معاكي. شايفين انا قطعتها مربعات صغيره شكلها جميل جدا وحاجه حلوه قوي، وتشرفك في العزومات تقدري تقدميها بطريقة سهلة وبسيطة كده في الورق بتاع الزبدة. شكله شيك قوي وجميل. تعالوا نفتح واحدة. شايفين الترميلة بجد دايبة دوبان. يا رب تجربوا الفيديو ده ويكون عجبكم. ودي كانت وصفة النهاردة، عملت أحلى بسبوسة مرملة. هستنى آرائكم وتعليقاتكم، متنسونيش في اللايك القمر والشير لكل أصحابكم وقرايبكم. استنوني في وصفات أخرى. باي باي.